اهلا وسهلا. اهلا وسهلا صحباتي الفريزات، اكي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم قصه جديده، قصه فيها احداث زوينه. ما نطولش عليكم ونبداو قصتنا. في مدينه فاس الغنيه عن التعريف، المدينه الحضاريه اللي كتعتبر مكان للعلم والمعرفه، وفي واحد الدار كبيره اللي الزليج المغربي كيزين حيوتها حتى للسقف. كانت بنت زوينه لابسه تريكو بالرمادي بارد مع كولون بالكحل، الشي اللي كيبين فورمتها الجذابه. كانت تلقى اغنيه كتشطح معاها وهي كتوجد الماكله لحبيبها اللي مازال ما جا من خدمته، وفي كل كلمه او جمله من الاغنيه كتفكر اللحظات ديالها معاه من اول نهار شافته، فاش دخلت فيه بلا ما تقصد، للنهار اللي خطبها فيه، للنهار اللي تزوج بها. تفكرت اللمسات ديالو ليها اللي كيخليوها غايبه على الوعي. ما حسات براسها حتى شمات ريحه الحريق ديال الرز، جرات بالزربه طفات عليه، دلات شنيفها المنفوخين وهي كتفكر بلي كيعجبو ياكل الرز دشلاضه من بعد ما يتعشى. ودغيا رجعت تبسمات، نطقات وقالت الا تحرق هذا نصاوب واحد اخر حسان منه. هزت طاوه اخرى ودارت فيها الرز جديد، تسناتو حتى طاب ودارتو في طبيصلات. شافت في طابله العشاء وهي راضيه على داكشي اللي وجدات، ودارت كتغسل الماعن. بقى دابا غايجي واخا غا الصباح كان معاها، توحشات كلامو الزوين ليها. كانت دايره الكيد في ودنيها وكتصنت الاغنيه وكتشطح معاها. ما رداتش البال ليه هو اللي دخل للدار من بعد ما رجع من خدمته كيف العاده، عارفه غتكون غير في الكوزينه. بقى واقف كيشوف خيرات ربي وفي شكلها المغري بزاف، وعاد شعرها المطلوق اللي نازل على ظهرها واصل ليها حتى لمؤخرتها، كمل على ما بيه. بدون شعور قرب ليها وما حس براسو غير هو دافن راسو في عنقها. غير حسات بيه موراها شهقات وقفزات من بلاصتها. واخا دازت 5 سنين على زواجهم، الا ان السحر ديالو كيأثر فيها كل مره. دور يدي على خصرها وطلع على عنقها، جمع لها شعرها ردو ليها القدام وزاد لصق عليها اكثر وكيلعب لها في كرشها. حيد لها الكيت اللي في ودنيها ونطق بكلماته اللي كتذوبها وتخليها ترفع. انطقت بطلتنا اللي سميتها رانيا وقالت ياسين بركه من البساله. ضحك وقال البساله هي اللي غادي ندير دابا. بحركه سريعه دورها عنده وبدا كيقرب لفمها حتى خوات ليه خرجت من تحت يديه. انطقت وقالت وقت العشاء دابا، خليها من بعد. هذه كانت حالتهم من نهار تزوجها، جوج ديال الناس عايشين حياه بسيطه وفرحانين. كيمشي هو كيخدم كأي موظف عادي، انجينيور في شركه. كيرجع كيلقى الوريده ديالو في الدار كتسناه موجده ليه الطياب الزين، كيخرجها وتيتساراو. هذا هو حالهم. دازو ايام وشهور واعوام، 3 سنين ديال الحب، 3 سنين ديال الاحترام. بطبيعه الحال حياتهم ما غاديش تكون خاليه من المشاكل، هذه حاجه عاديه. كيكونوا مشاكل ولكن الاهم تيقدروا يتغلبوا على هذه المشاكل. ولكن واش فعلا تجاوزوهم؟ كانت جالسه فوق ناموسيتها بالاناقه ديالها اللي مولفه بها ديما، وفوق الناموسيه بزاف ديال الوراق والوثائق الطبيه، حتى كتشوفوا داخل البيت. نط من بلاصتها ومشات عنقاتو وهي فرحانه. نطقات وقالت حبيب ديالي انا توحشتك. ياسين اللي كان حط يدي على الخصر ديالها نطق وقال بصح. جراتو من يديه وجلساتو فوق الناموسيه. نطقات وقالت اليوم مشيت عند الطبيبه وقالت لي بلي انا نقدر نولد، خاصني غنتبع الدواء اللي عطاتني. ياسين واش كتسمعني؟ كان ساهي تشوفها كدوز يديها على وجهه. غاس هيت شويه وصافي، يلا نخرجوا حسن. الموضوع اللي كنهضر عليه مهم بزاف. نفهم من كلامك ما باغيش تخرجي معايا ياك؟ تأفت رانيا وقالت يا شحال راسك قاصح، بلاتي نلبس حوايجي. لبسات حوايجها وخرجت هي وياه للجرده. بقاو كيتمشاو وكيضحكوا كيف عادتهم. جلسوا في واحد الكرسي مقابلين مع الدراري الصغار اللي كانوا كيلعبوا تما. حتى طاح واحد الدري كان كيجري، نط رانيا بالجري عنده وهزاتو. حبيبه وقعت لك شي حاجه؟ الدري كيبكي.
وينو الزوين ديالي كيبكي. صافي بدات كتهزو. ما تبكيش البطل الفنيكيش الاخر. بدات تهز فيه حتى بدا كيضحك وباستو بوسه طويله وخلاتو مشى عند ماماه. هادشي كامل وغافله على عينين ياسين اللي مقابلينها ومقابلين الدري الصغير. ما كرهش حتى هو يكون عنده ولدو صغير ولا شي بنيته فنيكيشه. وعر الله شكون كره يكون عنده البخيخيشات في الدار ويجيو يترمى عليهم يعنقهم. بقات افكار كتدي وافكار كتجيبو. ما حس غير بدمعه نازله على حنكو مسحاب الزربه فاش شاف رانيا رجعها لعندو. هي اللي باستو في حنكو نطقات وقالت نستاهلو حبيبي يكون عندنا شي وليد فحالو ولا كتيكيته. ياسين بقى كيشوف فيها شوفات عميقه كلها حب وشدها من حناكها بجوج وقال تستاهلي تكوني قرب ليها اكثر وكثر ودمج شفايفه مع شفايفها بوسه طويله. ما مسوق لتا حاجه تحس بها كتدفعو. واش حماقيتي رحنا في الزنقه. اذا نمشيو للدار. هزها بين يديه الشي اللي خلاها غوتات. اويلي نزني واش حماقيتي راني عندي رجليا. حسب ليا واش عرجه. اويلي الناس انطق وقال مراتي ما شغل حتى واحد فيا. بقى ياسين هزها وغير اللي شافهم كاين اللي حسدهم كاين اللي عجبوه وكاين النوع الثالث اللي عزيز عليه النميمه. كانوا جوج عيالات كبار جالسين في الجرده. انطقات الاولى وقالت هاد الجيل ما بقى فيه ما يعجب. جاوبات الثانيه هاد الجيل كاع ما بقاو كيحشموا. انا نعقل عليا ماشي مع بوشعيب كنت ما نقدر كاع نهز فيه العين. هو بيصا في الزنقه وزيدها هزها بلا حشمه بلا حياه. جاوباتها الاخرى قالت لها سمعت باللي مزوج بها 3 سنين دابا ودائما حالتهم هي هكا. اعوذ بالله ما نشدو فيهم نميمه ما ناقصينا الذنوب. وياه عندك الصح. عرفتي سميه بنت الكزار شنو دارت وكملوا هضرتهم والنميمه ديالهم. نرجعوا عند ابطالنا اللي غوصلوا للدار بداو بالمسكي هو الاول. صافي نخليهم ياخذوا راحتهم. صباح الصباح الشمس ضربه من الشرجم ديالهم كتبين لحمهم اللي عاري مغطين غير بليزار. فقط رانيا هي الاولى ودوزت يدها على شهر ياسين ناجله بجوج صبعه لظهره حتى كتشوفو قلب وجهه للجهه الاخرى. تفكرت الليله ديال البارح وضحكت تبسيمه عريضه على شفايفها. معاملته ليها ديما كتخليها تزيد تعلق به اكثر واكثر. حطت يدها على كتفو العريض. حبيبي نوض اتعطل على خدمتك نوض دوش انا نوجد لك الفطور. ياسين بالغوات رانيا فرقيني عليك. رانيا تصدمات بقات مشوكيه. اول مره يغوت عليها بهذه الطريقه وبالخصوص انا ما دايره والو. بقى فيها الحال وعينها دغيا تغرغروا ولاو حمرين ودمعه نزلات على خدها. من طبعها هي داك النوع الحساس بزاف. واخ اسمح لي غسمع نبرة صوتها نض من نعاسو وهضر معاها. رانيا صافي اسمحي لي ما قصدتش نغوت عليك. تبسمات والدموع باقين في عينيها. صافي ماشي مشكل ما وقع والو. ودابا لاش كاع هاد الدموع دابا. صافي انا سكت يلا ما غنبكيش مازال. ياسين عنقها وقال البرهوشه الاخرى. من بعد سيمانه حتى حاجه ما بقات على طبيعتها. ياسين ما بقاش كيجي بكري للدار كيتحجج بالخدمه ولا دغيا كيتعصب ويطلع ليه الدم. حتى ما بقات هي فاهمه فيه والو. قررت دير حد لهذا الشيء غير يجي غادي تهضر معاه. هو جا من خدمته كيف العاده تلقاها جالسه في الصالون. نطقات وقالت خاصني نهضر معاك ضروري. حتى انا عندي شي هضره بغيت نقولها لك. مشى جلس فوق السداري فرق رجليه كل رجل ديرها في جهه ورمى ليها الورق فوق الطبله. نطقات وقالت شنو هادشي. جاني واحد العرض غنمشي نكمل خدمتي في فرنسا. رانيا فرحات مشات طارت عليه عنقاتو. بصح هادشي كيفرح. حيد لها يديها من فوق كتافو وكمل وهو ما تيضحكش. ولكن هادو ورق الطلاق. لا كتضحك عليا. هادي شي خطه من الخطط ديالك تاني ياك؟ لا كنهضر بصح خاصنا نطلقوا ومن الشروط خاصني نكون ما مزوجش ديال راسي وهذا الشيء اللي غيوقع. تحجروا الدموع في عينيها. شنو هادشي كيقول؟ واش هذا من نيتو؟ 3 سنين ديال العشره بغا يضربها ليها في الزيرو. لا اكيد غا كيضحك معاها. رانيا بضحك والدموع شلال في عينيها. لا اكيد كضحك. قول انا كنضحك معك يلا.
ياسين بجديه قال: واش كتبان لك سيفتي ديال الضحك؟ لا، فاش تقبلي الفكره ما تنسيش توقعي على ورق الطلاق، وما تخافيش، حقك كتاخديه، ما غنحيدش لك رزقك. كان غادي خارج حتى رجعت وشاداه من يديه. فين غادي؟ فين؟ بقات كتدفع فيه. واش باغي تحمقني؟ كيفاش الطلاق؟ ها دوي. واش حاط عينيك على شي وحده اخرى؟ واش كتبغي شي وحده اخرى؟ دوي. ياسين هضر ويا ريتو بقى ساكت. ما عنديش استعداد نكمل حياتي مع وحده ما كتولدش، ما كتولدش، ما كتولدش، ما كتولدش. الكلمه اللي تردات في ودنيها بزاف ديال المرات وخلاتها تجلس في الارض وتبقى تشوف في نقطه واحده بقوه الصدمه. بين ما هو هز قميجته وخرج بحال ما دار حتى شي حاجه. شافت في جهه الباب وتكلمات وهي مصممه: انا غادي نوريك العاقره شنو كتسوى الحمار. دازت ايام كانت جالسه في بيتها دايره المسلسل ديالي اللي كتفرج فيه ولابسه غير تريكو قصير هابط على كتافها مع شورت قصير وكتاكل في البوب كورن، حتى حست بالباب تحل ودخل عندها كيفور. شو داكشي درتي؟ اوه حبيبو جا على سلامتك. غا شافها شنو لابسه بالعريقو، اول مره يتحكم في راسو. ما عجبتكش التصويره اللي صيفط لك ولا شنو كتحاولي ديري؟ بما انني قطعت الورق ديال الطلاق الا وانا شروطهم ما عجبونيش. نطق ياسين وقال: جيني من الاخر. بغيت الدار والطوموبيل والنص في حسابك اللي في البنكه، ومن غير هادشي ما مطلقاش. شاف فيها باحتقار وقال: ما كنتش كنظنك طماعه، وانا ما كنتش كنظنك غيخرج منك هادشي كامل. نطق ياسين وقال: موافق. رانيا دارت الجهه الاخرى والدموع محجرين في عينيها وكتصطنع القوه. احسن حاجه غير خرج ياسين وهي تنفجر بالبكا تاني. الحقير، بهاد السهوله تخلى عليا. شحال كنت حمقى فاش ظنيتو ما يخلينيش، واخا يوقع اللي وقع. من اليوم ما غيهمني حتى شي واحد من غير راسي، حتى من قرايتي سمحت فيها على قبله باش يكون هذا جزائي. من اليوم ما كاين لا ياسين لا غيرو، ما كاين لا ياسين لا غيرو. وشحال الدنيا تافهه اللي تفرحنا اليوم وتبكينا شهور واعوام. وشحال الزمان كيجري. جرى حتى جرى ورجع البنت اللي كانت عروسه في نهار مطلقه في نهار. قررت تجمع راسها وتبني ذاتها وتدفن قلبها في قبر من قبور الغابه المنسيه اللي تنسى فيها تفاصيله، اللي تنسى فيها لحيته الخفيفه المستفى، وتنسى فيها ضحكته اللي كتخليها بلا عقل، وتنسى كلامه اللي كان كيحفر ليها في قلبها. بعد ايام وشهور وسنين ها هي اليوم ولات مراه عندها مكانه في المجتمع، وها هي اليوم مراه محققه ذاتها بصح. ما ولاتش دكتوره ولا استاذه جامعيه، ولكن اهم خدمات في الحاجه اللي ارتحت فيها. خدمات في حضانه كتقابل الدراري الصغار وتلعب معاهم، كتدوز نهارها كامل تما، وفي الاخير كترجع لدارها لعند والديها. في الاول كانت كتبات في دارها، ولكن من كل قنت ولات كتفكرها في ذكرياتها معاه قررت تسكن مع والديها. منها تونسهم نيت، ولكن كيبقى الملجأ ديالها الوحيد هو الدراري الصغار اللي كيخلي واحد الضحكه كترسم على شفايفها. منين تشوفهم مجرد الشوفه فيهم كتعني ليها العالم. ها هو نهار جديد كانت يلا وصلت للحضانه. اليوم تعطلت شويه حيت ما صوناش لها الساعه. دخلت ناضوا كاع الدراري والبنات كيجيو عندها يسلموا عليها. والساده تعطلتي علينا. والساده لاباس فاش جيتي؟ والساده انا خرجت التمارين اللي عطيتيني ورسمت رسمه زوينه. جاوباتهم راني واو نشوف مزيان، راك فنانه مع راسك الفنيكيشه. شكون هادي انا وماما وبابا. زوينه انتي. انتقات رانيا وقالت: انتباه كاملين، يلا شدوا بلايصكم، اليوم نشطحوا شي شطيحه. الدراري قالوا: تكون زوينه. كان هذا هو روتينها مع الدراري حتى وصل وقت الخروج وهي تسمع تليفونها كيصوني. شافت شكون اللي كيتصل بها وابتسمات. هذه صاحبتها اللي تعرفات معاها في مواقع التواصل عن طريق الصدفه. اهلا هدى بغات تخرج من التليفون. وزين وصغرتي ما غنبقاش بايره، بغيت غنعرض عليك العرسي نهار الثلاث، عندك ما تجيش؟ راني نطقت: وناري شحال فيك الغوات غير بشويه. ها ناري. هدى بالغوات الثاني:
واش من نيتك الناس في الناس والقرع في مشيط الراس، وراه غنتزوجها بنادم. رانيا صافي 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 غتزوجي غير كالمي غير كالما. هدى بدات كتغبن. ما متيقاش راسي اخيرا. المهم بغيت غنأكد عليك، نعاود لك العراضه. شوفي راه الا ما جيتيش غنتقلق منك البيره، على الله تلقاي شي عريس. رانيا راكي عارفاني ما كنفكرش في داكشي. هدى 4 سنين ومازال ما نسيتيش. هدى صافي هاني سكت. المهم غنجي اش غندير على المصيبه اللي بلاني بها الله. يلا تلاحي. جا نهار عرس صاحبتها اللي كان في افخم القاعات الخاصه في الحفلات في كيافاس، حيت هدى تزوجات براجل لاباس عليه عن حب، ماشي غير زواج تقليدي. كان كلشي ملهي كيشوف العروسه والعريس، وتعالت الشوشرات ديال الناس منين شافوه. داخل كان لابس كوستيم بالكحل وقميجه بالبيض مع سبادري بيضه وشعرو مطلعو تشويكه خفيفه ورابط غباشته. كانت العيون كامله اتجهت ليه، بالخصوص عينين البنات اللي ما مزوجاتش. كانوا واحد 2 بنات لابسين المقزب، غير شافوه دخل بقاو كيهضروا عليه. البنت الاولى قالت واش شفتيه كي داير، سمعت بلي عاد جا من فرنسا. الثانيه وقالت سمعت انا بلي دار مشروع خاص به، حل واحد لوطيليه لاله 5 النجوم في فرنسا، جا المغرب غا حيت جداه مريضه، ويا اختي الله يعطيني غير شي عامين مع هاد الحبس وصافي. وبداو كيضحكوا. مشى ياسين سلم على هدى والعريس. صديقتي الفريزات ياسين هذا، ومشى مجمع مع شي صحابو حتى كيشوف كلشي مدور راسو لجهه وحده. دور وجهه وهنا كانت الصدمه. كانت ليلى لابسه قفطان بالذهبي كامل وكيلمع وفيه عماره خفيفه بالصم، طلقه شعرها ولابسه الطالون بينها طويله شويه، مكياجها خدماه مزيان ودايره عكر باللون الترابي كيعكس اللون البشره ديالها. اقل ما يقال عنها انها جات زازلوز. بقى ساهي فيها وما متيقش عينيه، ما متيقش باللي شافها مره اخرى، ما متيقش باللي القدر جمعهم مره اخرى بعد 4 سنين، 4 سنين ديال الفراق. عينيه ما حيدوش عليها وهو ساهي في تفاصيلها وفورمتها اللي زادت برزات. مشات ناحيه صاحبتها سلمت عليها سلام كيعبر على قوه الحب ليها، وكذلك بالنسبه للعريس. بقاو مجمعين شويه حتى هضرات منهم رانيا ورجعت جلسات في الطبله ديالها حتى تسمعت موسيقى ديال السلو. بداو لي كوبل كينوضوا باش يشطحوا. كانت رانيا مستمتعه بالجو، غافله على العينين اللي حاضينها، حتى جا قدامها واحد الراجل باينه عينو زيغه وشخصيه مهمه. كان في الثلاثينات من عمره، شعرو مقدو مزيان، عينيه خضرين، لابس كوستار بالزرق، تقولي غير شي نجم من نجوم السينما. فورمتو واعره. انطق وقال ممكن تشطحي معايا؟ يلا بغات تعتذر ليه حتى قطع بضحكته وكلامه. ما كنظنش غتبغي تحرجيني قدام هاد الناس كاملين. ابتسمت رانيا على كلامه ومدت ليه يديها ونط معاه. اما واحد ياسين عينيه ولاو بحال الجمره، كيحس بالعافيه كتاكلو من الداخل. بقى مزير على الكاس اللي في يديه، تهرسو دخلت ليه زاجه في يديه. هو ما هموش، كتهمو غير حبيبته اللي بين يدين واحد اخر، مع انه هو اللي خلاها. يلا وصلوا لمنصه الرقص، ما حست بيه حتى جرها بالجهد اللي عنده، الشي اللي خلاها تخبط مع صدره وتجي عينيها في عينيه. حط يديه في ظهرها وزاد جرها عنده، واليد الاخرى شاد بها يديها. كانوا الخطوات ديالهم متوازنين، الشي اللي خلى الشطحه ديالهم تكون اكثر من رائعه، لدرجه كاع لي كوبل انسحبوا بقاو غير هما. وياسين كيحاول يصبر راسو ويقول انا اللي خليتها، ما من حقيش نتدخل. غساله والرقصه حتى كتشوف الراجل اللي قبلتها كيقرب لفمها. يلا كمشات حجبانها باغيه تدفعو، ما حست به حتى كان طايح في الارض. وياسين نازل عليه بحال الطور وكيعطيه في الضرب، ضربه مورا ضربه، ما خلاش ليه الفرصه فين يهز راسو حتى كيسمع كلامها. بحكم عندها فوبيا ما كتقدرش تشوف شي حد كيدابز. بركه. غير سمع صوتها اللي بحال الموسيقى دخل لودنيه. وقف ودار عندها دوره اللي خلات عينيها يوسعوا على جهدهم. بقات كتشوف فيه بنظرات ما مفهومينش، نظرات فيها حب، شوق، عتاب، اشتياق وحقد في نفس الوقت، وهيام وهوس. كانوا نظراتها كيعبروا على بزاف د الحوايج، غلب عليهم نظرات الشوق والخذلان، بينما نظراته هو كلهم ندم وتحسر على الجوهره اللي ضيع من بين يديه. طولات فيه الشوفه ودموعها نازلين شلال.
بقات كترجع بخطاويها اللور حتى بدات كتجري، والطالون ديالها ما مخليهاش تجري في خاطرها، حتى عكلها وطاحت. تبعها بالجرة وتحنا لعندها كيشوف في رجليها بعينين عامرين خوف. نطق وقال: واش انتي بخير؟ ياك ما تقصحتي؟ كنت كنقول لك ما تبقيش تلبسي الطالون. الحمد لله غير طيحه خفيفه هذه، تقدري تمشي على رجليك من بعد. بقات كتشوف فيه وكيشوف في وجهها حتى يدي على حنكها، توحشها بزاف. ما حسباتها دفعاتو بحال رجهدها ودخلت فيه السيريه د الغوات. وبعاد بعاد مني، ما تقيسنيش، ما تحطش عليا يديك، فوتني عليك، ما تقيسنيش. نطق وقال: صافي تهدني، انا غادي نمشي، تهدني. في وسط بكاها انطرات الطالون من رجليها، هزاتو في يديها وكتعرج. يلا زادت شويه حتى كطيح مره اخرى سخفانه. مشى عندها بالزربه، هزها ركبها في لوطو ديالو غادي بها لا كلينيك. بعد دقائق خرجت عنده الطبيبه، نطقات وقالت: الحمد لله على سلامتها، غير الطونسيون طلع عليها، داكشي علاش باش سخفات. حاول ما تخليهاش تعصب مره اخرى، راني دقيت لها واحد الابره باش تهدنا شويه وغادي تفيق. نطق ياسين وقال: شكرا، انا ندخل عندها. دخل لقاها ناعسه، ما حساش به، بقى كيدوز يديه على شعرها غير بشويه حتى حلت عينيها فيه. نطقات وقالت: لاش جاي؟ لاش رجعتي؟ شنو باغي؟ توحشتك. منيتك هاد الهضره، توحشتيني. يتوحشك الخير، سد الباب موراك وخرج. دورات وجهها للجهه الاخرى حتى بدا كلامه: هاد 4 سنين كامله اللي دوزت بعيد عليك، في كل نهار، في كل ساعه، في كل دقيقه، في كل ثانيه ما كانتش كدوز عليا بلا ما نفكر فيك. ضحكات وقالت: هضرتك هادي ما بقاش كتاثر فيا. ياسين اللي كيشوف في صدرها اللي كيطلع وينزل وحتى يدي على قلبها. انتي كتقولي وهو كيقول حوايج اخرى. رانيا حيدات لي يديه وقالت: وفاش كيهمك هو؟ ياك في الاخر انا غير مرة ما كنولدش، ما يمكنلكش تكمل معاها حياتك. انطرات لي يديه من فوق صدرها وقالت: ويديك تبقى تجمعهم عندك واحد شويه. جاوبها هو: عندي اسبابي اللي خلاوني نخليك ديك المده، ولكن شد لها يديها اللي كتنطرها بالزز وحطها على قلبه وكمل: هذا ما قدرش ينساك، عييت معاه، والله غالب ما بغاش ينساك ولا ينسى ضحكتك وصوتك وصوت غواتك، شطحتك وتغبيشتك ودموعك. حط يديه على حنكها، ما نسى والو، كل شي باقي حافظو. انطرات ليه يديه بجهد ودفعاتو بكاع داكشي اللي عطاها الله وكملت: راني قلت لك ما تبقاش تقيسني، ما تقيسنيش، مازال ما تقيسنيش، ما بقيتش محله لك، يلا خرج برا. ياسين زاد قرب عندها وقال: ما خارج، واعطيني اتساع، ها العار اش باغي عندي؟ ياك انت اللي طلقتيني بخاطرك؟ ايوا حتى انا دابا نسيتك وما بغيتش دابا نشوف حتى في طريقك. ياسين: رانيا انت غير كتكذبي على راسك، ما يمكنلكش تنسيني. رانيا حكات في راسها بالاعصاب، واش حساب لك زعما فاش طلقتيني نربع يديا ونبقى نبكي ونشكي؟ مشى زماني، راه موراك جاو الالاف الزين، كون بغيت انا راه الدنيا ما غتوقفش عندك. جاوبه هو: انتي ما يمكنلكش تزوجي، ما يمكنش شي حد يقيس فيك من غيري. انطقات وقالت: علاش الزين؟ ياك ما بان لك اللي عندك ما عندهمش، والتنوض قاعد على سلامتك. انا عجباني حياتي وما محتاجكش فيها، غا بسع مني، الخير عافاك اللي دير فيا وفراسك. ياسين خبط الحيط وقال: اتندمي على هاد الهضره رانيا قالت: راه انت اللي ندمتي عليا اصلا، ما تلقاش اللي دير لك داكشي اللي كنت دايره لك انا والخاطر اللي كنت عاطياك. ياسين: نبداو كلشي من الاول، اعتبريني ياسين جديد ونبداو كلشي من جديد. رانيا بقات كتشوف فيه بصدمه ومطلعه حاجب ومنزله الاخر قبل ما تفرقع بالضحك. لا واش منيتك؟ ياسين: ما كنضحكش رانيا، خرج عطيني اتساع. ياسين: نخرجوا بجوج رانيا. انطرت السيروم بالجهد من يديها وتمت غاديه وهو تابعها حتى خرجت للجرده ديال لا كلينيك غاديه لبرا باش تشد الطاكسي. ردات لي البال تابعها وهي توقف ودارت عنده: خويا واش كتعرفني؟ جاوبها هو: اشنو؟
رانيا حتى انا ما كنعرفكش، اذا ما تبعنيش. بقات كتمشى قدامه وهو نزل عينيه الممتلكات ديالها وابتسم بجنب. زاد زيانت كانت واقفه ما حست بيه غير جرها من يديها. واش انت تصديتي؟ طلقني، ها عباد الله عتقوني وطلقني على المرض. حل الطوموبيل وسد عليها وطلع حتى هو. رانيا نطقت: الشريف هادي راه سميتها عمليه اختطاف. نزلني، شكون قال لك باغا نطلع معاك؟ ما داهاش في هضرتها وطلق موسيقى بالجهد وكيغني معاها وهي طفيها، ويلا تبغي تهضر يعاود يشعلها ويزيد الصوت. قالت مع راسها: هناني من الطاكسي. عطاتو بالظهر كتشوف في المرايه وهو كل ساعه يدور يشوف فيها. ما ينكرش شحال توحشها، حتى رجوعو ديال المغرب كان جاي غير على ودها. عوال يشوفها غير من بعيد، ولكن ما قدرش يحبس راسو فاش شافها في العرس وفي بلاصه اللي ما كانش معول يشوفها فيها. مسافه ديال الطريق حتى كتشوفو غادي نيشان وفات الطريق لدارهم. رانيا واش تلفتي ولا مالك؟ فين غادي بيا؟ غادي لداري. رانيا حلت الباب بان ليها مسدود. نزلني كيبان لي مشيتي لبرا وتفليبيتي. ما داهاش فيها حتى شافها حطات يدها على الفولون كدور فيه. على شويه كانوا غيديروا اكسيدا، ربي يحفظ. اهداي، شنو هادشي درتي؟ نزلني. شد الحزام اللي تيكون في الطوموبيله وربطها به وهي كتغوت عليه، ولكن ما تسوقش ليها، ومع داير جاج ديال الفيمي يعني ما كتبانش. نزل من الطوموبيل، سدها عليها وهبط، خدا جوج بيتزات وقبط الطريق ديال دارو. رانيا قالت: واش يحسب لي كتضحك عليا بجوج كلمات؟ كتضيع معايا الوقت. ياسين: داكشي اللي بغيت حتى انا، نيت غنضيع معاك الوقت. رانيا: ما تنساش حنا راه طلقنا. شاف فيها ياسين بواحد الشوفه ديال المكر وابتسم بالجنب. ومن بعد اخيرا وقفت الطوموبيل وها هي حلت عينيها في البلاصه فاش كاينين فيلا صغيره بديكور عصري 100%. ما حست بيه غا دورها عنده. شوفي رانيا، ما نكرش باللي ندمان بزاف، ندمان على اي لقطه ما دوزتهاش معك، وعقلي ما حابش من التفكير فيك، ولكن ما يمكنش ليا نظلمك معايا. انا ما غنقيسك ما والو، بغيت غير نهار معاك زوين وما غنعاودش نبان في حياتك، كنواعدك. من نبرة صوتو اللي كان كيدوي بها ما قدرش تزايد معاه في الهضره. سكتات ودخلوا وهو تم داخل الفوق. ياسين: انا غنطلع ندوش دابا، ديري عقلك وراه البيبان مسدودين. كوني هانيه، ما كاينش كيديري تهربي حتى لا بغيتي. وجات فيه فمها وهي كتشوف كتافو اللي جاوها زادو ساعو. انطقات: هاد الزبل غادي وكيزيان. ضربات راسها وقالت: اويلي انا شنو كنقول؟ فيقي، ما تنسيش هو شنو دار فيك. حيدات داك الافكار من راسها ودخلت كتكتشف الفيلا. سالات من التحت وطلعت للفوق كتقلب على البيوته. عجبها الديكور ديال الدار، ديكور عصري من النوع اللي كيعجبها، بحال تفرشت على ذوقها. حلات الباب الاخراني، سمعت صوت ديال الرشاشه وبدات كتنبش في البيت. بان ليها واحد المجر فيه شي وراق ما مسدودش عليهم مزيان، وشادهم المجر شويه. حلاتو باش تقادهم، يتهزهم بين يديها كتقرا شنو فيهم. كل ما كتقرا وعينيها غير ما كيزيدوا يساعوا. بان ليها خارج من الدوش لاوي غافوط على نصو، وهي ولات كامله كلها كترعد حتى رمات عليه دوك الوراق. ونطقات وقالت: شنو هاد الشيء؟ هو بقى ساكت وكيشوف في الارض. تغوتات رانيا: راني قلت ليك شنو هاد الشيء، جاوب. بقى حاني راسو، هي شدتها واحد الهستيريه، وكاع الفيزا اللي بانوا ليها تماك بدات كتشتت فيهم، وصوت التهرات كيتسمع. اما هو بقى غير كيشوف فيها، عرف راسو شنو داير. رانيا قربت عنده وقجاتو: انت شنو يحسب لك راسك كنتي كدير؟ ياسين بقى غير ساكت حتى ضرباتو لكتفو وبقات كتضربو. هضر، دوي، قول، انت اللي كنتي ما كتولدش ياك وتفليتي عليا، وانا اللي كنشوف الدراري في الزنقه. علاش درتي فيا هادشي؟ علاش؟ ياسين كمش حواجبو ونطق وقال: علاش انت لحد الان مازال ما عرفتيش راسك باللي راكي كتولدي؟ ما درتي لا لي زاناليز لا والو من مورا طلقنا. بقات كتضحك بهستيريا، بان ليها فاز وخبطاتو مع الحيط. حيت ثقت فيك، كنثيق فيك، كنقول ما يمكنش يكذب عليا. صدق المشكل منك. علاش درتي هاد الشيء؟ علاش؟ ياسين تا هو زير على راسو في الاخر دوا بعد مده. هاد الشيء درتو على قبلك، كنت باغيك تبني مستقبلك، كنت باغيك تولدي، حيت معايا ما غيمكنش ليك ما غتولديش. مع واحد عاقيم بحالي بغيتك تعيشي داك الشيء اللي شبعت عليك. رانيا بلغوات:
واش كان كيسحاب ليك انا غنتخلى عليك؟ واش انا كيسحاب ليك انا غننسى العشره وكل شيء؟ ياسين، وراه هادشي اللي كنقول لك، حيت عارفك ما غتخلايش عليا، داكشي علاش باش بغيتك تعيشي حياتك. ولكن عاد على شواربو هو كيتفكر فاش قرب لي هذاك الراجل اللي كان كيشطح معاه في الحفله. ما نتحملش نشوفك مع شي حد من غيري. ندمان وما ندمانش، بغيت راحتك ولكن راحتي معاك. خبطات رانيا متضرب بالجهد، وراحتي حتى انا معاك. كنبغيك وكنت مستعده نقبل باي حاجه، ولكن باش تطلقني وتخبي عليا حاجه بحال هادي برافو عليك. والله حتى برافو عليك. مشات تحل الباب ولقاتو مسدود. حل عليا هاد الباب نمشي بحالي. بدات كتخبط في الباب بالجهد ودفع فيه، تا جا لعندها ما حسات بيه، غا جرها وردخها مع الباب نيت، ويديه اليمنى باقا شاده يديها، واليسرى حكمها بها من الخصر ديالها والطرمع على شنايفها بالجهاله. واحد البوسه كلها حب واعتذار على كل شيء. اما هي كانت بحال الجماد في بلاصتها، ما توقعتهاش منه نهائيا. ما قدرت لا تمنعه ولا تجاوب معاه. بعد على شفايفها شويه وطلق من يديها، كيشوف في وجهها وهي كتبادلوا نفس النظرات، وبحال شي مغناطيس جمع بيناتهم. ما حس بها حتى هزت يديها حتى للسما ونزلت عليه بطرشه. دورات وجهها كتشوف في الارض وقالت: ما تنساش شكون انا وشكون انت، حتى لدابا حنا غراب على بعضياتنا. سكتات وبعد مده نطقات: حل الباب. استجب ليها، حل ليها الباب وغا خرجت. كان باقي الحال مظلم في جوايه المغرب. خرجت كتحس براسها دايخه وراسها كتضرب فيه 20 طرقه. بعد مده وصلت للدار، ولكن هاد المره ماشي الدار ديال والديها، ولكن دارها هي وياه، الدار اللي كانت شاهده على الذكريات ديالهم. كان كلشي مغطي بلي زور بيضين. بدات كتحيدهم، واي بلاصه كتشوفها كتفكر فيها شي لقطه ليهم. دخلت للكوزينه، تفكرت فاش شي مرات هو اللي كيطيب ليها، وفاش ما كيخليهاش تخدم كيبرزطها كيجري عليها. خرجت منها ودخلت البيت النعاس ديالهم اللي شهد على علاقاتهم الحميميه. بقات كتشوف وتفكرت حتى فاش كتكون مريضه وكيبقى سهران معاها، كيخاف عليها بزاف وكان دايرها في عينيه. ما حسات غير بدموعها نازلين وحده مورا وحده، وما عرفاش حتى علاش كتبكي. واش على اياماتهم اللي عرفاتو، ولا على الايام اللي ما عرفاتوش فيها واللي طلقها كاع؟ بعد مده من الشهيق ديالها اخيرا بدات كتسكت. دخلت للدوش، غسلت وجهها وشافت في المرايه وابتسمت، كتشوف في عينيها اللي حمارو. مزيان بنادم يفوج على راسو شويه بالبكا. رجعت غطات كل شيء، سدات الدار، شدات الطاكسي ومشات لدارهم عند والديها. اما عند ياسين في الفيلا جالس كاس مول الاخر، وقدامه صورتها كيشوف فيها ويجغم، وكاع لحظاتهم كيجيو في عقله كيخليوه يغمض عينيه. نطق وقال: حبك وما دار فيا ارانيا. هز التليفون كيصوني عليها، ولكن والو ما كتجاوبوش. عاود كيصوني ليها وحتى كيتقطع الخط بوحدو، وهي شاده تليفونها في يديها كتشوف في الاتصال ديالو. سيمانه كامله هو عطيها غير الشراب، ويصوني ليها كيلقى تليفونها طافي. شرب بالليل والنعاس في الصباح، وموسيقى الراي اللي تبلا بها هاد الايام وهو مدوز ليها الخط. اخيرا جاوباتو، ابتسم شويه، بدا كيضحك والسكره لاعبه عليه. اوبس. الاميره جاوبات. رانيا خرجت عينها على جهدهم. اويلي مالك؟ انا سكران. اويلي حي مشات الصلاه. عرفتي ندمت عليك. ندمت علاش طلقتك، كون راك حدايا دابا انا غادي غنموت. زلقات لي القرعه الشراب، جات على حوايجو، رماها للارض حتى تخبطات مع قرعه ديال الدجاج اخرى. شاف حوايجو توسخو، شير بالتليفون تهرسو حتى هو. في الجهه الاخرى رانيا: الو ويلي تكون وقعت لي شي حاجه. عاودت صونات والو ما جاوبها حد، والكلمه الاخرى ديال غنموت كدور في راسها. اويلي عندك يكون دار شي حاجه في راسو. جمعات الوقفه دغيا، هزات الكاب ديالها من فوق الناموسيه ومشات كتجري لطوموبيلتها اللي في الكراج. خرجتها مشات بالزربه لعنده، وقلبها بغى يسكت، خايفه غير تكون واقع عليه شي حاجه. بقات سايقه وكتفكر وكتقول: ما غيكون واقع والو، لا، ولكن صوت الزجاج كيتردد لها في ودنها مع اخر كلمه قالها. بقوه التلفه تنسات عليها الطريق،
وشدات طريق اخرى. عاد دار دومي تور من رون بوين راجعه تاني. ما احتاجت غير دقايق قليله بالسرعه اللي كانت غاده بها حتى كانت حدا الفيلا اللي كانت فيها غا سيمانه هادي. ما بان لها لا عساس لا حتى شي حد. دفعات الباب الجرده تحل، وكيبان لها كاع الضوا في الفيلا شاعلين، ما كاينش البلاصه اللي ما شاعلاش. مشات بالزربه ولقات حتى الباب د الفيلا محلول، كلشي مفرح. كندخلوا عليه غير الشفاره كنقشطوه بلا ما يدي ما يجيب. دخلت بالزربه حتى كيبان ليها متكي فوق الفوتوي في المراح، والزاج مشتت في الارض، وواحد الفاز مهرس. مشات لعندو كتجري وتحنات عنده حاطه يديها على حنكو. ياسين ياسين فيق فيق. ياسين ما كيجاوبش. زاد قربات ليه بغات تشوف التنفس ديالو واش كيتنفس، حتى كتهمش عينيها من ريحه الشراب اللي قلباتها. وعاد حوايجو كيبانوا حالتهم، وصديف الاولانيين د القميجه محلولين، وعاد السروال اللي فازق بالويسكي اللي تدفق عليه. اوف اش هاد الحاله ياسين فيق. جلسات في الارض حاطه يدها على حنكها. واش بصح هذا ياسين اللي كيصلي وما عندوش مع هاد الشيء، وكتجي الكمايه والسكره غاد البراش. بقات كتشوف تعيات، وزات الشطابه والبلاش طبات الدنيا مزاج، ورمات القراعيد الشراب الخاويين في الزبل ونقات الدنيا. قربت لحداه وريحه الويسكي عاطيه وهي تغوت. ياسين وفيق. مشات جات شويه د الماء من الدوش وكباتو ليه على وجهه تقفز من بلاصتو وحل عينيه. ياسين والسكره غالباه. الزين ديالي جيتي. جرها من عنقها ومكمش فمو على شكل بوسه، وهي كتدفع فيه بيديها ومدوره وجهها للجنب. وازكا طلق. اش كدير ياسين؟ بوسيني حبيبه ديالي. واش حماقيتي؟ طلق مني. لا تعطيني بوسه عاد نطلقك. نوض دوش وبدل حالتك. اش هاد الحاله ديال فراسك؟ هاد الحاله انتي سبابي فيها انتي. انا السبب. واغي نوض دوش دابا واعطيني بوسه. وقلت لك نوض. بغا ينوض ورجع جلس للارض، ما مولفش بالشراب، دغيا شد فيه. وعاد القراعي اللي بدا كيشرب هاد الايام راه ماشي غيشد فيه. طلع راسو فيها ودار بحال بغا يغمض عينيه. رانيا جاوباتو هي نعم. وليت كنشوف منك جوج لا واه 20. عاوناتو باش ينوض غا بزز، هزاتو شويه وخا جا ثقيل. اوف شحال ثقيل. عاوني حتى انت شويه، هز راسك. بدات كتجر معاه حتى دخلاتو لبيتو ودخلاتو للدوش، طلقات عليه الرشاشه د الماء وخرجت خلاتو كيغوت. رانيا. نزلت حتى للكوزينه، عصرات ليه قهوه باش يتوقد شويه، وطلعت عنده. طلعت حلات الباب ديال الدوش ولقاتو يلا كينزل في البوكسر ديالو. خرجت عينيها وهو ينطق. اوف الصهد الموت ديال الصهد. حاولت ما تشوفش فيه ومدات ليه البينوار يلبسو. غلبسو خرج كيتمايل، وليني جاها بحال بدا كيفيق. طرما فوق الناموسيه نيشان. نطقات وقالت ليه نوض شرب القهوه. ونوض شرب القهوه ورجعت نعس. مرضاتو ناض جغمه وحده والطرما عاوتاني ينعس. بقات كتشوف فيه المده وقلبها كيضرب، وهي غير كتساهيه فيه. ما ننكرش بغيتك، ولكن علاش درتي ليا بحال هكا؟ يلا بغات تنوض تمشي حتى جرها من يديها، جابها متكيه حداه فوق الناموسيه حداه، وعنقها بيديه جرها لعندو. انطق وقال طلقتك وندمت عليك، وفي نفس الوقت ما ندمتش. كان كيدوي معاه وهو مغمض عينيه. رانيا بدات كتحاول تحيد ليه يديه ولكن ما قدراتش، وشي حاجه في الداخل ديالها كتقول لها ما تمشيش. بقات متكيه كتشوف في السقف وهزت تليفونها كان تما كتصوني ليها. جاوباتها اليوم غنبات في داري ما غنجيش ماما. قطعت تليفونها وهو زاد تخشى فيها حط راسو على صدرها. صبح وشمسو شرقات، وفي كل صباح باش يصبح مبارك كنقولوا اصبحنا واصبح الملك لله. بدات كتحل عينيها حتى كيبان ليها راسها فوق صدرو. قفزات من بلاصتها محيده يديه اللي معنقاها بها، تحس بها وفاق حتى هو. غا شافت فيه ما عرفات ما دير، بقات غير كتلتم في الكلام. انا غنمشي. يلا ناضت بغات تمشي بالزربه كتجري حتى وصلت للباب وسمعته عيط ليها. رانيا بقات مبلوكيه في بلاصتها. تنطقات
انا غنتسناك لتحت. لبس حوايجو بالزربه حتى كيبان لي نازل لابس تيشيرت بالبيض وشورت بالحمر سامبل. جا جلس حداه وبقاو ساكتين حتى حنحن. طالت هاد ال5 سنين كنت غبرت عليك باش نخليك تعيشي حياتك وتولدي ولادك كيف كنتي كتمناي دائما، ولكن للاسف هادشي ما غيمكنش ليك ديريه معايا. داكشي علاش بعدت عليك وحاولت نقنعك بما امكن بفكره الطلاق، وحاولت ندخلك الفكره ديال انه انت اللي عاقره ما كتولديش. كنت باغي نخليك تعيشي سعيده من بعدي، ولكن في نفس الوقت كنت كنتعذب في كل دقيقه في كل ثانيه بعيد عليك. طلقتك وندمت على اي لحظه عشتها بعيد عليك، وبالخصوص الوسواس اللي كان قاتلني والسؤال اللي ديما كان كيحرق قلبي، زعما واش تكون بنات حياتها تكون ولدات؟ ما ظنيتكش تقبلي الموضوع بسهوله وتعيشي عادي، زعما ظنيتك كتمشي تبغي تعرفي المشكل اللي عندك. رانيا اللي كانت كتسمع لي وكتبكي بصمت مسحات دموعها. كيفاش بغيتي نعاود التحايل وانا درتهم وانا وياك في نهار واحد، وكنت تايقه فيك ثقه عمياء. كنت مستعده نتخلى على فكره الولاد ونقبل باللي قسم علينا الله كما كان. يمكن لينا نتبناو شي وليد، ولكن للاسف انت اختاريتي الطريق الصعيبه، طريق الفراق. نطق وقال هاد الراجل اللي حداك دابا ندمان، واش تقبلي نرجعوا لبعضياتنا؟ شافت فيه بشوفه ديال الوحده مهرسه من الداخل ودموعها شلال على عينيها، لدرجه حتى هو ما تلاش قدر يمنع دموعه اكثر، وبالخصوص الموضوع حساس بزاف. جاوباتو كنظن فات الحال، كنطلب غير فرصه ما تحرميناش من بعضياتنا. رانيا وهي كتبكي ما نقدرش. هزت التليفون ومشات تجري وهو تابعها وكيعيط عليها حتى تعكلات وطحت. الشي اللي خلاه يغوت. رانيا جرى عندها وتحنى على ركابيه كيشوف في يدها اللي تجرحات. انت ما وقع لك والو ياك؟ والو مالكي؟ ما كتشوفيش قدامك كون وقعت لك شي حاجه؟ هزها بين يديه مرجعها للفيلا، هزها خاشيها فيه وكتفكر اللحظات ديالهم بجوج مع بعضياتهم وخوفوا عليها اللي دايما كيبان ليها من عينيه، الشي اللي كيخليها تطير في الهواء وتزيد تغرق فيه. مشى لجيت الدوج وجاب ديك البوطه نتاع الاسعافات الاوليه اللي عنده، دارهم ليها ليديها. شاف جيت رجليها بانت ليه حمارت من جهه العظم وكمش حجبانو. توعدتي حتى في رجليك. حيد ليها الطالون وحط رجليها فوق ركابيه، قاص ليها العظم غوتات. اي شاف فيها وشلا ذكريات رجعوا لذاكرته. حضر عينيه فاش حس براسو وبدا كيقلب ليها رجليها. الحمد لله ما تهرستيش، غدا ان شاء الله ما غتبقاش تضرك، ولكن خصك تصبري عليها اليوم. هو كيهضر معها حتى سمع قابله. ما فهم والو، قال لها نعم. قالت له قابله. ياسين بصدمه. واش دغيا بداو الملامح ديالو كيتحولوا للفرحه والدمعه نزلات من عينيه، كتدل على الفرحه اللي حس بها في ديك اللقطه، وعنقها عنده بجد وهي كتضحك. دقو قال هذا اسعد يوم في حياتي. ختم كلامه ببوسه في حنكها خلاها تزنق. شوف ما تنساش حنا راه باقيين مطلقين دابا، اصلا حنا مزوجين في السما. نطقات رانيا ولادنا حتى هما انولدوهم تما، وعاد عندنا ولاد اخرين. ضحكات ضحكه طويله ونط بالزربه جرى من يديه حتى غوتت بسبب رجليها. هو غير شافها هكاك هزا بين يديه. قالت له يلا نمشيو للحضانه. بعد مده ديال الطريق لقات الدراري واقفين وكيقلدوا ديك الحركات اللي كانت محفظاهم. لعبوا معاهم ضحكوا معاهم حتى لواحد شويه قرب لحداها وحط يديه على كتفها. هي اللي جالسه فوق الكرسي وشاده ليه في يديه، ندوزين وقيت زوين مع الدراري. وهذه كانت قصتهم، قصه ياسين اللي طلق رانيا معتبر راسو هو اللي واخد القرار الصحيح، بين ما كانت الصراحه احسن قرار. وهذه قصه حتى رانيا اللي بغات ياسين، ولكن واخا خلاها وبقات كتبغيه كملات حياتها واعتبرت باللي حياتها ما كتوقف عند حتى شي حد باش تجمعهم الاقدار مره اخرى. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في القصه، وان شاء الله نتلاقاو في قصه اخرى. وما تنساوش تخليوا لي كلمات زوينين اللي يشجعوني، واشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس باش فوق ما حطيت فيديو نتوما الاولانيين يوصلكم. يلا خليت لكم الراحه.